مين قال لكم الفسيخ ملوش ريحة؟ الفسيخ ليه ريحة، بس ريحة عسل عسل. بصي تاكليه كده وهو ني. شوف الفسيخ وجماله، ما شاء الله تبارك الله، حتى مبطرخة. شوف الفسيخ، شفت اللحمة حمرا وبينك وجميلة ازاي، ما شاء الله. بينك زبدة زبدة، وبسيطة وسهلة، ومفيش في اي حاجة. وفري فلوسك بقى وبلاش تروحي للمحلات ونقعد نشتري من بره. تعالى هقولك هنعمل الفسيخ ازاي بطريقة سهلة وبسيطة ومش متعبة ولا فيها اي حاجة. انا جبت 2 كيلو بوري، نزلت عليه كويس، غسلته، ولازم افتح النخاشيش بتاعته كده واغسله كويس قوي، ولازم اصفيه في مصفى وهو مكفي على بقه كده. ايوه اغسلي كده وافتحي النخشوش بتاعك كده واغسليه ونضفيه. احنا دلوقتي معانا لكل فسيخايه معلقتين 2 ملح، الملح اللي هو الخشن الحبيبات دوت، ومعلقه شطه. حطيته في المصفى 12 ساعه ونزل منه المية اللي حضرتك شفتها دي. تعالي بقى قبل التخليل وقبل اي حاجة لازم تعملي عملية تنظيف كاملة من المية. نضفي قوي قوي ونشفي. شوفي انا مصفياه ومنزل المية قد ايه، وبرضو بنشف بالمناديل. المناديل فيها برضو حاجات مية كتير. لازم نقعد بقى ننشفه كده وننضفه كويس جدا. ايوه نشفي كده وافتحي النخاشيش بتاعته يا موريتاج ونشفيه. عايزه تبقي ناجحه في الفسيخ، اهم حاجه عمليه التنشيف دي. علشان ايه؟ ما ي... ما ايه يا بنات، الله المستعان، عشان ما يبصي معاك. ايوه كده نضفيه واعملي له عمليه تنظيف. شوفوا المناديل فيها لسه بقايا من الميه. انا بقى قلت بعد ما انشفه كويس كده رحت حاطه في النخاشيش بتاعته مناديل وهركنه لحد ما اخلص الكميه اللي معايا كلها، وبعد كده اشيلها. اول مره تشوفيني، انا موريتاج ودي قناتي. اتمنى منك انك تدخلي تشتركي معايا في القناه وتفعلي في زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ودعوة حلوة من قلوبكم ليا ولكم بالمثل ان شاء الله. ربنا يكبر خواطركم وخواطر كل مسلم يا رب العالمين. دلوقتي بقى هنعمل عملية مساج. نقعد كده نتك على الفسيخاية بس. خليكي معايا لاخر الفيديو عشان انا هقولك على اخطاء انا عملتها عشان ما تقعيش انت كمان فيها. تعملي لها مساج كويس كده وتفككيها عشان اللحمة بتاعتها تبقى طرية وتبقى جميلة كده في الاكل، ما تبقاش ناشفة معاكي. خلينا متفقين برضو تاني، هقول كل سمكاية هنحط لها معلقتين 2 ملح، يعني دولت 12 معلقة للست سمكات، وكل معلقتين ملح عليهم معلقة شطة. تمام. لازم تعملي مساج كده من فوق، الله المستعان. بصوا بقى، معايا كيس هرش فيه شوية ملح بحبة شطة، وعذرا على الطريقة اللي انا بتكلم بيها، يعني صوتي تعبان شوية. هنا بوريكم البوري لازم يكون البق بتاعه مبطط، ما يبقاش طويل. هو دوت البوري. وتحشي بقى، تمسكي النخشوش بتاعه تحشيه، احشي النخاشيش بتاعته حلو، ورصي وحطي شوية ملح، ترشي ملح عليه بس ما تكتريش. ما تكتريش ليه؟ هقولك دلوقتي على الغلط اللي انا وقعت فيه. خليكي معايا لاخر الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي وصل معايا لحد هنا يا حبايبي يصلوا على النبي، واكتبي في التعليقات صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. اي وحش النخاشيش كويس قوي كده.
وامسكي النخشوشه كده وطبقيها عشان الملح ما يخرجش منها. اللهم صل على النبي. لحد كده احنا ماشيين تمام. احشي كويس قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما عملتيش لايك ليه يا قلب اختك؟ اعملي لايك علشان الفيديو يترفع كده وانتي تستفادي وغيرك يستفيد. دلوقتي احنا خلصنا الكمية اللي معانا. بصي بقى، علشان الطريقة تبقى ناجحة معاكي لازم تقفلي كويس قوي. في كل كيس هتحطي فيه الفسيخ لازم تطلعي منه الهواء. طلعي منه الهواء وبرومي جامد ولفي. لو عندك استرتش هيبقى افضل، بس انا ما كانش عندي فاستهلكت كمية اكياس كبيرة. مش مشكلة، لازم نقفل كويس علشان ما يدخلوش هواء، عشان الطريقة تبقى ناجحة معاكي. ايوه طلعي الهواء كده ولفي وبرومي. هيقعد قد ايه؟ هيقعد 10 ايام. انا هقولك على الخطأ دلوقتي اللي انا وصلت له، اللي حصل معايا. انا سبته 10 ايام بس، وكان طعمه جميل جدا تحفة. هتشوفيه دلوقتي وهتشوفي لونه جميل وتحفة. آه بس خليكي معايا، خلينا دلوقتي في اللفة. احنا لفينا جامد، هنفضل نلف في اكياس كتير. بصي بقى، ما تزهقيش. قفلي كويس وقفليه كويس عشان ما يدخلوش هوا. اللي بيعمله بالطريقه ديت يكتب لي في التعليقات. خلي بالكم برضو انا اول مره اعمله، وان شاء الله النتيجه تبقى ناجحه. انا عملته بالطريقه ديت، اقسم بالله ما عملت اي حاجه من ورا الكاميرا ولا من وراكم. بنفس الطريقه ونفس الطريقه ديت انا عملت. ما ضفتش اي حاجه، ولا فلفل اسمر بقى ولا حبهان ولا كركم ولا الكلام دوت خالص. هو حبه الملح وحبه الشطه وشكرا على كده. ملح حبيبات ما بيخلوهوش يبقى حادق قوي. الملح الناعم بيحدقه سن. انا كده قفلته، ولازم كل شويه وانا في المطبخ كده كل يوم اقلبه على الجنب دوت، من الجنب ده للجنب ده، من يوم للتاني. الخطأ بقى اللي وصلت له لما فتحت الفسيخ. انا فتحت الفسيخ وقدامكم هتشوفوه دلوقتي، وما كانش فيه اي حاجة. بس اللي انا قعدت سبته 10 ايام. وهو المفروض ما كانش يقعد 10 ايام. ليه؟ لان البوري اللي انا جايباه دوت كان صغير ما كانش كبير، فطلع حدق شوية معايا. انت عايزة البوري بتاعك يبقى كبير، يقعد 10 ايام. انما البوري الصغير دوت لا، هو المفروض ما كانش قعد 10 ايام. لانه هي لحمته كويسة وطرية وكل حاجة، بس طلع حادق شوية صغيرين. احنا طبعا ما بنحبوش حادق. شوف اللهم بارك، السمكاية حتى مبطرخة ما شاء الله، هي حلوة. اللحمة بتاعتها بصي ما شاء الله ما شاء الله. شوفي اللون البينك الرقيق اللي هو الرايق دوت، مش غامق ولا في اي حاجة. علشان يطلع ناجح معاكي امشي بالخطوات زي ما انا عملتها، وهتاكلي احلى فسيخ ان شاء الله. ان وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تاني تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس ولايك وشير. السلام عليكم.